جربتي تعملي فراخ ناشفة؟ تعالي اقولك بقى على سر قرمشة البانيه اللي محدش بيقول عليها. زي ما احنا شايفين البانيه معانا مقرمش وناشف وجميل، وفي نفس الوقت طري ومستوي معانا من جوه. يلا بقى نشوف احنا عملناه ازاي. اهم حاجة عندنا هي التتبيلة بتاعة البانيه. معانا نص كوباية من اللبن، الكمية دي هتكفي نص كيلو من البانيه وبضايه. بعد كده معانا ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا، هنقلبهم كويس كده. عاوزة تضربيهم في الخلاط هيكون افضل، اضربيهم عادي. بعد كده هنحط معلقتين من الدقيق وهنخلطهم كويس مع اللبن والبيض اللي احنا حطيناه والتوابل. ودي اجمل خلطة بانيه هتجربيها ان شاء الله. وده القوام معانا بالشكل ده. هنبتدي بقى ننزل كده بقطع البانيه في الخليط اللي احنا عملناه ده. واهم حاجة ما تستعجليش عليها، تسيبيها في الخليط او التتبيلة دي مدة ساعة او ساعتين عشان تديكي نتيجة كويسة. هنغطيها بقى ونسيبها ونروح بقى نجهز الكفر بتاعنا اللي هنعمله للبانيه. وده بقى اول سر معانا، اللي هي خلطة البانيه او الكورن فليكس. ده بنجيبه من عند العطار، رخيص مش غالي، ب10 جنيه يديكي كمية كبيرة. هنضربه بس ضربة واحدة كده في المطحنة بتاعة الخلاط. وده شكله معانا كده. وده برضو كيس خلطة بانيه، عايزة تستغني عنه وتجيبي البقسماط المطحون مفيش مشكلة. ومعانا نص كوباية من الدقيق. هنقلب بقى كده المكونات مع بعض. انا هنا محطتش توابل تاني عشان كيس الخلطة دوت او الفيجيتار ده هو عليه توابل. لو مش هتجيبيه وهتحطي بداله بقسماط تبقي حطي نفس التوابل اللي احنا حطيناها على البانيه في الاول. هنبتدي بقى ننزل بقطع البانيه كده في الخليط بتاعنا ده، وهنضغط عليها كويس. اهم حاجة ان انتي تضغطي عليها كويس. وزي ما احنا شايفين الطبقة ماسكة معانا اهيت، ما وقعتش ولا حاجة. هنعمل واحدة تاني زي ما احنا شايفين بالشكل ده، ونضغط عليها برضو كويس لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا. وبعد كده ندخلها في التلاجة شوية، نص ساعة ولا حاجة. وده شكله معانا بعد ما خرج من التلاجة. هنحط بقى الزيت بتاعنا على النار. اهم حاجة بس الزيت يكون سخن، بس مش سخن جامد. هننزل بقى بقطع البانيه كده. وبرضو اهم حاجة ان تكون النار متوسطة مش عالية، علشان البانيه ما ينحرقش منك من بره، يبقى ني من جوه. وزي ما احنا شايفين الكفر بتاعه ماسك عليه اهوت، هو موقعش مننا ولا فك في الزيت. والسر طبعا في خلطة البانيه اللي احنا حطيناه او الكورن فليكس، تديله قرمشة جميلة وبتخليه ناشف معانا ومقرمش. وزي ما احنا شايفين خد لون برضو ذهبي جميل. هنخرجه بقى من الزيت، نحطه في مصفى ولا حاجة عشان يصفي الزيت منه. هننزل بقى بباقي قطع البانيه لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا. ومعانا البانيه اهوت القشرة بتاعته ماسكة عليها وما فكتش خالص. واحنا قلنا بقى السر في المكون اللي احنا حطيناه، اللي هو الكورن فليكس اللي احنا جبناه من عند العطار او خلطة البانيه دي. ودي سر القرمشة الجميلة. وبكده البانيه معانا هيكون جاهز زي ما احنا شايفين، واخد لون ذهبي جميل ومقرمش. وطبعا عملنا معاه رز بشعرية وسلطة، حابة تعملي معاه مكرونة او عيش زي ما تحبي. جربي بقى الطريقة دي وهتدعيلي ان شاء الله، وقوليلي ايه رأيك في التعليقات. وان عجبتك الطريقة ما تنسيش بقى تدعميني باللايك والاشتراك الجميل في القناة. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على خير ان شاء الله.